مرحبا. السلام. اول حاجه دير اشتراك، دير لايك، بارطاجي هاد الفيديو وهاد القصه الغريبه ديال واحد السيده حملات مع مول الحانوت. حملتي منه؟ من حملت مول الحانوت؟ من مول الحانوت حملت بنية. هاد القصه الغريبه العجيبه وقعت فاش هاد السيده هادي راجلها يعني الزوج ديالها تشد في الحبس. الزوج ديالها ملي تشد في الحبس كانت واحد العلاقه بين مول الحانوت وهاد الشابه هادي. حنا ما عرفناش كيفاش كانت بيناتهم علاقه. اللي كتقول هي هو انه كيستفزها باش كتجي عنده. قبل هي كانت كتعرف الزوجه ديالو، كتعرف واحد السيده كتمشي عندها. من بعد ولات كتعرفو هو واش كيدير لها كريدي واش الله اعلم. هي كتقول غير كيستفزها. واحد النهار كيقول لها راه بغيتك لشي حاجه. انا اللي ما فهمتش كيفاش انتي راجلك في الحبس يعني متزوجه وتبقاي تحاوري مع مول الحانوت. كان كيدير لك كريدي سيري للمال الحوانت اخرين ماشي ضروري هو. انا راه كندوي في هاد القصه ومن حقي ننتقد، لحقاش ميمكنش تقولي لي اغتصبك ولا شي حاجه من هاد القبيل. درتي غلط غتحملي المسؤوليه ديالو. درتو الزنا، زنا المحارم، لحقاش هو نعس مع مرت الراجل وانتي نعسي مع راجل المرأة اللي هو مول الحانوت. ما عليناش مسوقيش، ما عليناش. هاد مول الحانوت هذا واحد النهار قالت لك هي دخلها بزز. مرا دخلها بزز، قال لها حكا مراتي ما كايناش دخلي. اولا قالت لك هي كانت مراتو وبزز عليها دخلها تما. ما عليناش. فاش دخلها قالت لك اغتصبها، شدها بزز بزز وشدها. قال لك بدا كيصورها. وباش تفهموا هي ما حملاتش في هذيك لاكسيون ديال انه شدها، صورها عريانه كما كتقول هي. من بعد ولا كيقول لها اجي عندي، لحقاش غيكونوا علاقات بزاف مورا داك الفيديوهات اللي صور لها. وانا كنت مني منك نمشي للبوليس. قالت لك حقا خفت من خوتي قباح. ما كاين شي واحد قبيح في هذا العالم. انا راه كلشي قبيح وكلشي ظريف، لحقاش اللي قبيح كيرطبوا المخزن فهمتيني، واللي ظريف كيولي قبيح مع القباح. نكونوا واضحين. لحقاش المحامي اللي غيوقف معاه غادي يسولك هذا السؤال علاش ما مشيتيش عند البوليس. لحقاش انت فاش غتمشي عند البوليس غيقولك درتي علاقه اولا خيانه زوجيه ما ديكلاريتيش. يعني مول الحانوت غيمشي للحبس وانت غتمشي للحبس لحقاش كتحملي المسؤوليه ديالك. كان خاصك تمشي عند البوليس. هذه اول حاجه. الغلط الاول اللي درتي ما مشيتيش عند البوليس. ثاني غلط هو انك متزوجه. شنو العلاقه اللي كتربطك بمول الحانوت؟ علاش انت غتهضري معاه اصلا؟ شنو نوع الهضره اللي واش داير لك كريدي واش شنو الموضوع؟ ثاني حاجه السيد مزوج واخا هو غلط خاصو الحبس. ثالث حاجه الزوج ديالك اللي كان في الحبس هو انه فاش قلتي لي راه حامله عطاك 5000 درهم قال لك سيري طيحي. قلتي لي لا انا ما نطيح. راه خاصك طيحيه هذاك. هذه الحاله هي اللي خاصك طيحيه فيها. خاصو يطيح. خاصك ديري الكيرطاج تحيديه. كيرطاج وتحيديه من الاخر. عرفتي كيفاش واحد الراجل ما كتعرفيش ومزوجه وحامله منه وباغا تخلي الولد؟ انا هذه سطاتني. انا هذه هي النقطه اللي سطاتني. يعني الحماق. هذه اللي كتسمى الحماق. كما غادي نوريكم في الفيديو كيفاش هي طرات لاكسيون. كملوا عاد نوريكم المقطع ديالها. يعني قصه غريبه. يعني الزوج ديالها عطاها 5000 درهم باش طيحو قالت لي لا. في الاخر ملي ما بغاش طيحو الزوج ديالها قال لها نطالقوا طلاق اتفاقي. ما يمكنش تحمل المسؤوليه ديالك انا درتيها. الزوج كان مريقل شويه مبغاش يدخل في المشاكل، بغاش يدير شي حاجه لحقاش عارفه حتى هي غلطه. خدا الابن ديالو حيت بقاش عندها هي ولد. خدا الولد ديالو بالتراضي وخدا داك البنت اللي ولدات هي بالحرام
مول الحانوت في علاقة غير شرعية، الزنا، ولي المخزن كيعاقب عليها. يعني في كاع الحالات مول الحانوت غلط خاصو الحبس، وتتيا غلطة خاصك الحبس. يعني الفاصل شنو هو انه ديك البنت يا اما خاصها الخيريه يا اما مول الحانوت يتحمل مسؤوليته لديك البنت. راه هاد المشاكل هو اللي دارهم لينا وهبي، راه بحال هكذا. دابا وهبي غتعطيه هاد القضيه هو محامي، كيفاش غادي يدير لها؟ هو غيدوخ اش منفصل فيه وحده مزوجه وواحد مزوج وولدو. الحماق، والله حتى الحماق. دابا غادي نخلي لكم مع مقطع ديال القصه ديال هاد السيده الغريبه. ما فهمتش انا ما فهمتش. حنا راه بغينا ندافعوا عليها وبغينا كذا، ولكن فاش غندافع؟ شرح الواضحات من المفضحات، هذا هو الواقع. نتأسف في قصة جد مؤلمة. عزيزة زعما صراحة الله، وانا بغيت نعرف بالقصة ديالها وشنو وقع ليها وشنو كيوقع ليها وشنو واصل ليها وشنو عندها. يعجز اللسان عن التعبير. عزيزة مزوجة، وما هي دابا في عدة ديال المزوجين، ما هي في عدة ديال المطلقين. ما عارفة فين تمشي تاخذ حقها، ما عارفة ما تقدم، ما عارفة ما توخر. قصة غتصدمكم متابعينا ومتابعاتنا الكرام، كيفاش تم الاعتداء عليها والتهديد ديالها والابتزاز ديالها. وفي نهاية المطاف كتلقى راسها عندها بنية وعندها راجل، والراجل اللي محملها يرفض تحمل المسؤولية. وفاش مشات هاد الناس اللي خصهم ياخذوا لها حقها كتلقى راسها متهمة بالفساد. وهاد التفاصيل هذه متابعينا ومتابعاتنا الكرام اللي غتسمعوهم معنا غنقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام. عزيزة اختي، اش غنقول لك؟ ما عرفتكش من غتبداي لي القصة ديالك، ولكن بدايها لي من الاول. شحال في عمرك عزيز؟ عمري 27 سنة. 27 عام. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي وليد عنده عام ونص، وعندي بنية دابا عندها شهر. عندها شهر. عزيزة امتى تزوجتي؟ تزوجت في 2016. تزوجتي في 2016. قدر الله ما شاء فعل، الزوج ديالك دخل الحبس. مشى للحبس. شحال حكموا عليه؟ كانوا حكموا عليه بعامين. بعامين. السيد دخل الحبس. انت بقيتي على برا. فين عايشه ديك الساعه؟ مازال في النصيريات؟ كنت عايشه في دارهم وجيت لدارنا. مشيتي لداركم؟ اشنو وقع لك من موراها فاش مشيتي لداركم؟ كنت في دارنا. عاودي لنا بحال كتعاودي لشي صاحب دارك ولا عاودي لنا فشي علينا قلبك عزيز، حيت هادشي خطير هادشي اللي تعاود. كنت جالسه في دارنا، ومني كنت جالسه في دارنا كنمشي بحال هكا كنتعارف مع واحد السيد، وانا الصديقه ديال مرتو. كنتي كتصرفي معاه؟ عنده حانوت هو؟ عنده حانوت. عنده حانوت. وعنده حانوت، وكنت كنتعارف معاه وكنجيب اي حاجه حليب من عنده. هاد الحانوت عندكم في النصيريات؟ لا، في الغيات. في الغيات كتهبطي من النصيريات حتى الغيات؟ كنهبط من النصيريات حتى الغيات. كنجيب مع عندو الحليب، كنجيب مع عندو الحويجات للدري، يعني ما عنديش وداكشي كنتصرف معاه. حكم ان الزوج ديالك كيعرفو؟ الزوج ديالي لا ما كيعرفوش. ما كيعرفوش. انت فين كنتي ساكنه مع راجلك؟ كنت ساكنه في قريبه نيت النصيريات. قريبه النصيريات. حتى هو راجلك من البلاد عندكم من الغيات؟ حتى هو من البلاد عندنا. المهم فاش سد راجلك مشيتي كتمشي عند مول الحانوت كتصرفي مع اللي سكنتي عند داركم؟ ملي سكنت عند دارنا. كنتصرف معاه ديما. هذيك النهار مشيت باغا نلقاش عند مرتو. فاش مشيت باغا نلقاش عند مرتو دقيت باغا نسحبها هي في الدار، خرج لقيتو غا هو قال لي دخلي، راه كاينه فلانه في الدار، دخلي عندها. فاش دخلت انت مرتو هذه صاحبتك؟ فاش دخلت لقيتو غا هو تكرفس عليا، يعني التكرفيسه ديال الحيوان. دخل قال لك راه هي كاينه في الدار. دخل تكرفس عليا. شنو وقع عندنا؟ تكرفس عليا، شدني صحاني، عرفتي بحال شي حيوان. ما نبغيش لعدوتي، ما نبغيش ليها. وبني طاح لي التليفون، رجعت قلت لي شوف عطيني تليفوني. قال لي ها انت راه صورت اي حاجه، تصاوره كل شيء. يعني واش وقيته اللي كان كيتكرفس عليك؟ كان كيغتصبك؟ كان كيصور فيك؟ كان كيصور فيها. قال لي شوفي ها انت راه كاع تصاورك راني هنايا، غنقدر نلوح في فيسبوك نشهرك في كل شيء. وعندي خوتي واعرين، الوالد تو صعيب، صعابين بزاف، يعني تحملت سكت. بقى كيهددني، بقى ديما كنجي عنده. اش كيقول لك؟ كيقول لي جي عندي ولا نلوح لك
تصاورك لخوتك لباك كلشي يشوفو. انت دابا كنتي في مشكل حتى وليتي في مشكل. وليت في مشكل كبار. ما كانش عليك ديك الساعه خافيه بصراحه الله عزيزه، ملي هو بتزك وكاع تعرضتي لعمليه اغتصاب مباشره ديك الساعه تمشي ديكلاري به، واش بغا يوقع؟ اغتصبك. لا ما قدرتش. ما قدرتيش. عندي خوتي وداك الشيء صعب بزاف. فاش كان كيهدك في مكالمه ولا كيصيفط لك ميساجات؟ كيصيفط لي ميساجات. كان كيصيفط لك ميساجات. ومازال عندك هذوك الميساجات عزيزه؟ لا تمحاو. كيفاش تمحاو؟ يعني خفت من راجلي مني خرج من الحبس لح التليفون. ما خليتيش حتى الدليل ديالك انه ما خليت، لا ما خليت حتى شي حاجه، يعني محيت اي حاجه باش ما توقعش شي جريمه ولا شي حاجه بحال هكا. واخا دابا هادشي كارثه، هادشي اللي مازال واقع. اشنو وقع من مورا؟ شحال بقيتي المده اللي كتمشي عنده؟ كيف تزتي بقيت تو ولات عندي 8 شهور الدريه. حملتي منه؟ حملت من مول الحانوت حملت بنيه. يعني هاد السيده حملات بعلاقه غير شرعيه مع مول الحانوت. هي كتقول انه ابتزها، صورها. كيفاش مول الحانوت تكون عنده القدره كامله ديال الابتزاز ديال زعما؟ شكون اللي اختار؟ واش العلاقه غير شرعيه وانتي مزوجه، او لا غير ابتزك تصاور كذا؟ شكون اللي اختار؟ وحملتي شكون اللي اختار؟ يعني داكشي اللي درتي انتي اختار ما انه كملتي في شي فيديو، يعني انتي كون ديكلاريتي اصلا عند البوليس، لحقاش الانسان ما غاديش يخاف ان واحد تصورو، لحقاش شدك بزز كما كتقولي اغتصاب عادي. يعني ماشي انت اللي درتي فيديو بالاراده ديالك نقولوا غادي تشوه، لا، هو يشدك بزز عمليه اغتصاب هذه غاديكلاري عند البوليس، غادي يشدو يما غيعطيو واحد جوج مسمنات يسمنوه مزيان، لحقاش هذه كتسمى واحد الانسان مزوج ومارس بطريقه وحشيه على سيده مزوجه، يعني اغتصبها. هو داش غنديرو ليه حنا؟ هذا راه في مصر راه كيجلدوه، في مصر كيحكموا ليه ب20 عام ديال الحبس بحال هذا. يعني انت ضيعتي فرصه ذهبيه ديال تقولي للمجتمع بانني انا انسانه شريفه. هاد مول الحانوت هذا تعدى عليا، ضرب، اغتصبني. هذا هو الواقع، والقانون لا يحمي المغفلين. نكونوا واضحين، لحقاش واحد الانسان اغتصبك واش غتشوف فيه؟ ما جاتش. يعني دابا انت تقلبت عليك كلشي تقلب عليك، واخا تقولي راه ابتزتني كذا حتى واحد ما غيشيقك، والدليل هو انه باقي ما درتي حتى شي حاجه. والمشكله الكبيره هو انك مبغيتيش طيحي ديك البنت. الزوج ديالك وطلع ود الناس وقال لك غطيحها ماشي مشكل، هانيه غلطتي، قلتي ليه لا ما نطيحهاش. يعني انت حرام طيحها وماشي حرام داكشي اللي طرا كامل. وملي انت ما بغيتيش طيحها يعني راضيه بالعلاقه ديالك مع مول الحانوت كما كتقول، يعني اغتصبك وراضيه بدك، وتنحيد مونا نموت انا نحيدو. في هاد الحالات فين خاص يكون الايجاد؟ في هاد الحالات يعني واحد اغتصبك واحد كذا خصو يتحيد، ممنوع طيح. ولكن في هاد الحاله دي شنو غندير انا؟ نسطا، خصك طيحو. هادي كارثه، هادي قصه صراحه غريبه والله، حتى غريبه بالرب. انا ما فهمتش فيها والو، هاد القصه انا ما فهمتش فيها والو والله، ما فهمت فاش يلعب بالرب. حملت منه يعني طلقت من الراجل، درنا طلاق اتفاقي. قال لي شوف كيفاش؟ لا صبري دابا انت تعرضتي للابتزاز، شحال مشيتي عنده من مره؟ مشيت عنده بزاف المرات، كيعيط لي بزاف. هو كيفاش كتطلق؟ في دارو. ومرتو ما كتكونش. وقيتي ما كتكونش مرتو كيقول لك جي عندي، كيقول لي جي عندي، راه كاينه دار صحابي خاويين. فاش كنمشي كيديني دار صحابو نصيريات؟ لا في الغيات. هادشي في الغيات كلشي هادشي واقع في الغيات. انت كتعرفي الدار عند صحابك؟ عارفه. عمرو ما كان معاه شي حد تماك في الدار وانت كاينه؟ لا هما 3 كيكونوا صحابو؟ كيكونوا كيشوفوني. كيشوفوني. تعرفيهم صحابو؟ كنعرفهم. كنعرفهم مزيان صحابو. وفاش حملتي انت منه؟ حملت وقلت لي انا حامله. قال لي شوفي الا كنتي حامله هاكي 100,000 وسيري حيديه. وانا ما قدرتش، يعني ما قدرتش نقتل ديك البنيه وداك الوليد، ما قدرتش.
يعني تحملت وسكت. خرج راجلي قال لي شوفي غنديرو طلاق اتفاقي. عاودتي لراجلك اشنو وقع؟ عاودت ليه اشنو قال لك؟ قال لي غنديرو طلاق اتفاقي وتنازل لي على الوليد. يدي ولدو يخلي لك بنت، يخلي لي هاد البنيه صافي. لا حول ولا قوه. هادشي اللي وقع. واخا وهو هاد مول الحانوت اش درتي معاه؟ واش درت معاه؟ مشيت درت ليه شكايه، يعني ما فهمت والو في داك الملف ديالي، يعني حتى واحد ما فهمت حتى شي حاجه. كيفاش؟ يعني درت ليه شكايه وملي درتها عند الجندار، وفاش مشيت يعني تفاجأت ملي درت ليه شكايه، يعني كيقولوا كلامي انا خايب وكلامه هو مزيان. كيفاش؟ يعني هو كلامه مشيتي ديكلاري عند الجدرميه ديال السبت؟ لا ديال اسفين. امتى هادشي مشيت تقريبا جايه شي 15 يوم بعد. وفاش مشيت عندهم يعني بزاف الرجال دخلوا معاه هو، وانا عاد كيقول لي سكتي نتيا، ما قلت اي حاجه كيقول لي سكتي نتيا، هادشي قلتيه كذوب، هادشي غير كذوب. صافي تحملت. شنو وقع لك مع داركم اللي صافوا الكبار؟ لاحوا لي حوايجي برا، لاحوني برا، يعني شحال داركم رفضوك دابا؟ رفضوني دارنا، لاحوا لي حوايجي، بقيت يعني كنتجلوق في الزناقي من فند لفند. يعني بعض المرات كنلقى شي محسن يعاوني، بعض المرات لا. دابا انت تعرضتي للاغتصاب، مشى لك ولدك، مشى لك راجلك، مشى ليا كلشي، مشاو لك عائلتك، مشى ليا عائلتي، مشى عندك الله سبحانه وتعالى. عندي الله ولك. وهادو ولاد دواركم دابا هما اللي كيجروا معاك هاد الناس؟ هما المساكن هما اللي معاونين. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو كاين؟ واخا فاش قلتي كيفاش دارت لك المتابعه، كيفاش تهمك بالفساد؟ يعني التامن الفساد، يعني الملف ديالي ولا فيه الفساد، فهمتوا؟ ما كاين لا اغتصاب، لا ما كاين لا اغتصاب لا ابتزاز لا والو. مشاهدينا كما شفتوا معنا هاد القصه هذه غريبه وعجيبه، قصه من قصص ألف ليلة وليلة. والله قصة غريبة بالرب، ما كتفهم والو، كيطراو شي حوايج، شي لاكسيوات كتلقاك مذهول، ما كتفهمش. بحال دابا هاد القصة شنو غتقول فيها؟ اما عندك ما تقول فيها؟ قصة مجنونة، قصة مجنونة مرونة ديال وحدة حملها مول الحانوت، او لا هي حملات مع مول الحانوت وهي كتقول حملني مول الحانوت كتغوت بها. الغلط اللي درتي هو انك ما ديكلاريتيش، دور غلط. مادام ما ديكلاريتيش فراه المخزن وكلشي غيقول هادو كانوا راضيين، وانتي رشيد، انتي ماشي طفلة بعقلك، وكارثة هذه كارثة. هذا ما كان. بيس اند لوف، شكرا على المتابعة، ما تنسوناش باللايك والاشتراك وبالبارطاج. تهلا.